القمر من جماله. أخويا هو ابني، هو صاحبي، هو كل شيء، ما شاء الله تبارك الله عليه. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك له في هذه الخطوة العظيمة اللي اتخذها، وهي بإذن الله يعني طبعا هي خطوة تفتح لك كل أبواب الخير. مبروك لعبد المجيد getting married. Alhamdulillah Rabbil Alameen. We're all happy for you. Bismillah wa salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad. First of all, I would like to congratulate our friend Abdul Majid for his marriage. And second thing, I would like to supplicate to God that may Allah bless his marriage and support him in it. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wa sallallahu wa sallam ala rasulihil kareem wa alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahu ila yawmiddin. Mabruk لعبد المجيد getting married. Alhamdulillah Rabbil Alameen. We're all happy for you. We wish you the best for you and your family. Allahumma barik feek. Assalamu alaikum. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نقول لشيخنا وعريسنا الحبيب بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما على خير. وهذه قصيدة يا مرحبا وأهلين بأهل المواجيب، عد الثمار وعدد برق السحابة. الله يحييكم على العز والطيب، يلي لكم يوم الملاقى مهابة. من عادتي للضيف أزيد التراحيب، ولا الردي ماني بحاسب حسابه. في شوفكم تبرى جميع المصاويب، والذيب يطرب لا لقى له ذيابه. أقولها ترحيبة العز والطيب، يلي حضر في موقعي يا مرحبا به وسلامة الجميع. أنا أخو العريس، لأن العريس ما شاء الله تبارك الرحمن أنا معاه من فترة تقريبا 15 سنة ما شاء الله. العريس ما قصر معايا، تخطيطي شخصي يعني سبحان الله أخذني كالأخ. واليوم يعني هذا اليوم خاص للعريس، يا مرحبا والله صدقكم جميعا. أنا وياك خالد القحاف. أقول للعريس بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير، وأسأل الله يوفقه وييسر أمره. جزاكم الله خير. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، وجزاك الله خيرا على سعيك في حفظ أبناء المسلمين. أسأل الله أن يرزقك الذرية الصالحة جزاء لما أوليت به من عناية واهتمام بطلاب حلقات القرآن. جزاك الله خيرا، أسأل الله أن يبارك فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. هنيئا لك أخي عبد المجيد، أسأل الله أن يجمع بينكم بخير وأن يتمم لكم السعادة يا رب العالمين. كم نحن سعداء، ويشهد الله تعالى بهذا الحضور البهيج حقيقة الذي أثلج صدري، ويشهد الله تعالى. أسأل الله أن يبارك فيكم وفي أسرتكم المباركة، وأن يزيدكم علما ونورا وتقا يا رب العالمين. عبد الله يحيى عبد المجيد شيخنا، أسأل الله أنه يوفق ويبني بيته على الطاعة ويرزق الذرية الصالحة يا رب العالمين. وأنتم الله يعطيكم العافية كمان، الله يوفقكم، بارك الله فيكم. مرحبا يعني. إسحاق محمد إبراهيم البلوشي. وشيخ عبد المجيد ما شاء الله تبارك الله غني عن التعريف، شيخ يعني له احترام وله تقدير، وما شاء الله تبارك الله رجل ذو هامة، والله يعطيه الصحة والعافية. الله يعطيكم العافية وفيكم الخير والبركة إن شاء الله، وأنتم طيبين، الله يعطيك العافية. ألف مبروك يا شيخ عبد المجيد، والله يبارك لك ويتمم لك على خير. والشيخ عبد المجيد حبيبنا، وأول شيء هو أخوي وحبيبي وأستاذي في حمد آل ثاني، الله يرفع قدره. وبالذات كمان أخوه الشيخ سامي تاج على راسي، وألف مبروك، والله يوفقك يا حبيبي، الله يرفع قدرك حبيبي، الله يسعدك. العقب عندك إن شاء الله. اللهم آمين. قول للعريس بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، ونسأل الله لكم الذرية الصالحة النافعة، ورفع الله قدركم وحفظكم أينما كنتم. بارك الله فيكم. العريس الله يبارك لكم ويبارك عليكم ويجعل بينكم في خير إن شاء الله، وعقبال الجميع بإذن الله تعالى. الله يسلمك وياك يا رب، الجميع إن شاء الله يا رب. بهم وبارك وجمع بينهم بخير إن شاء الله. الله يبارك لكم ويرحم والديكم ويوفقكم. جزاكم الله خير على هذا الاحتفال الطيب المحترم. مبروك أستاذ عبد المجيد، وإن شاء الله ربنا يرزق البنين والبنات الحافظين للقرآن ما أمثالكم. الأخ عبد المجيد بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع من خير، وهم من أهل القرآن،
فبارك الله لهما يا رب واجعلها ليلة سعيدة يا رب. وشكرا له أنه دعانا، ولقد قطعت إجازتي وكنت في أبا وحضرت لأحضر هذا الحفل السعيد وأقف مع أخي عبد المجيد. بارك الله له وجعل ليلة هذه سعيدة يا رب. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفق بينهما وأن يجمع بينهما على خير. والشيخ عبد المجيد حافظ القرآن وهو يعني نشهد له بالصلاح ولا نزكيه على الله، فالله يوفقه. اللهم آمين. الله لهما وبارك عليهم وجمع بينهما بخير، وربنا إن شاء الله يرزقهم الذرية الصالحة إن شاء الله. عقبالكم أنتم. الله يبارك فيصل النهاري، الله يبارك لهما ويبارك عليهما ويجمع بينهما في خير ويسعده ويتمم له على خير ويبني بيته ويرزق الذرية الصالحة يا رب العالمين. اللهم آمين. جزاكم الله ألف خير. آمين يا رب. أحبكم في الله، محبكم في الله، أحمد الواقدي. الله يبارك فيكم. نقول لعريسنا عبد المجيد الله يبارك له، بارك الله له وبارك عليه وجمع بينهم على خير، وأسأل الله عز وجل أن يجعلها زيجة مباركة وأن يبارك له ويجعله مبارك أينما كان، فهو رجل فاضل ونعرفه من أهل القرآن ومن أهل الله وخاصته. أسأل الله عز وجل أن يوفقه وييسر أمره ويجعل له الخير أينما كان وأينما حل. جزاكم الله خير. الله يفتح. أخوكم دكتور بندر بن مستور البشري، وهذا ابني معا بن بندر وعثمان بن بندر. نبارك لحبيبنا وصاحبنا وشيخنا الشيخ عبد المجيد أحمد موسى الهوساوي، نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. أنا عندي أبيات، يعني أنا عندي أبيات سبحان الله بهذه المناسبة، إن شاء الله شوية يلقيها معا، لكن الآن إن شاء الله أنا يعني نقولها لكم. بسم الله. يقول: سلام يا صاحب القرآن، يا متبع منهج السنة، يا صقر يا مطلق الجنحان، جنحان هل يقلنه بالعزم والحزم والإيمان فوق العلالي يرقنه، وادعي لك الله بالغفران شيخ عبد المجيد، والستر والعفو والجنة. والشيخ عبد المجيد الآن البوسة الأفراح يزهنه والهوسة، وانعم بهم شجعان، قوم لهم شنه ورنه، ناسبت من خيرة البلدان، إعراقي البيض يغشنه من الأعظمية إلى ميسان، وفلوجه العز يردنه، وأنا ولد حرب يا ذيبان، ما عليك زود، وأنا ولد حرب يا ذيبان، اسمه والأفعال يكفنه، ومن عامل الله بالإحسان ما خيب الله له ظنه. ومبروك مبروك للعرسان، والفضل لله والمنة، وازكى صلاتي الخير إنسان المصطفى صاحب السنة صلى الله عليه وسلم. سلامتكم. السلام عليكم، معكم خالد عبد الغفار. Congratulations, may this be the beginning of endless happiness and wish you all the best. نوح حسن عبد الله هوساوي أبو راشد. الكلمة اللي نقولها للعريس: بارك الله لكما وبارك عليك وجمع بينكما في خير. ونوصيه بالصبر طبعا، لأنه الحياة لابد، الزوجية طبعا لابد من الصبر. نصيحة واحدة كانت أمي تقولها، اللي هي: إذا لقيت علاقة دامت لفترة طويلة فاعلم أن في طرف واحد بيتنازل. فالحياة الزوجية لابد من الصبر فيها ولابد من التنازلات. أما تقول لي حقي وحقي كذا، الحياة ما تطول. وهذه النصيحة طبعا باختصار. الله يحفظكم. معاك طبعا ولد خالة العريس إسماعيل هوساوي، وأحب أبارك للعريس: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، وإن شاء الله أتمنى له حياة سعيدة وعقبال العزابية إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم الكوتش يوسف نوح سعيد هوساوي، ولد خالة العريس، وبارك لعريسنا الشيخ عبد المجيد محمد هوساوي. المبروك يا عبد المجيد، الله يتمم لك على خير وحياة زوجية سعيدة، وبإذن الله نشوف عيالك ونشوف أحفادك ونفرح فيك. وعقبال الواحد اسمه عامر إن شاء الله يشوف المقطع هذا بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا يوسف عبد الرحمن البكاري. مبروك للشيخ عبد المجيد والله يبارك له. بس جار العريس جاره في نفس الحارة. أقول للعريس: ألف مبروك وبارك عليك، بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، والله يتمم لهم على خير. أنا بلال الأمين، طالب الشيخ عبد المجيد، أدرس معه في التحفيظ. والف مبروك والله شيخ عبد المجيد، ومنك المال ومن العيال إن شاء الله، والف مبروك يا شيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الاسم سليم عبد الرحمن البكاري من جامع
مثال ثاني. مبروك ألف للعريس الشيخ عبد المجيد، الله يتمم له وإن شاء الله يجيب عيال إن شاء الله. معك أخوك الشيخ محمد عبد الستار الكوجك، بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، وبإذن الله تعيشون حياة سعيدة وهنية يا رب، ويجعل أيامك كلها خير وبركة وسعادة يا رب. عليكم ورحمة الله وبركاته. الاسم علي مؤتمن محمود الأحمد، وألف مبروك للعريس الشيخ عبد المجيد. وصراحة أنا فخور كثير عشان يفرح في حياته ويعني يفرح يعني. السلام عليكم. معكم محمد العشيبري جار الشيخ الإمام عبد المجيد هوساوي، والله أتمنى له حياة سعيدة إن شاء الله، والله يرزق الذرية الصالحة يا رب، ويوفقه ويسعده في حياته إن شاء الله. معكم مبارك محمد البريكي، ألف مبروك الشيخ عبد المجيد، الله يبني بيته على العز والطاعة إن شاء الله. معك أحمد عثمان هوساوي، الله يبارك لهم ويبارك عليهم ويجمع بينهم في خير، الله يتمم له إن شاء الله ويجعل الحياة سعيدة، ويبارك لكم إن شاء الله ويجزاكم خير ويوفقهم إن شاء الله ويجعل حياتهم سعيدة يا رب يا رب. اسمي سعود، واليوم زواج الشيخ عبد المجيد أحمد معلم موسى. أنا اسمي فارس عبد الوهاب، مبروك للعريس، ألف مبروك، الله يرزقه بالذرية الصالحة وعيال كثار، والله يوفقك في حياتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عبد الله حسين عثمان، أبارك للعريس وأقول له ألف مبروك يا عبد المجيد، الله يتمم لك على خير إن شاء الله ويعمر دارك، يجعل دارك دار مال وعيال إن شاء الله، ومنك المال ومنها العيال إن شاء الله. أسأل الله العظيم أن يرزقك حياة زوجية سعيدة، تستاهل كل خير يا حبيبي، الله يسعدك ويبارك لك إن شاء الله بالرفاه والبنين، يلا شد حيلك إن شاء الله، الله يسعدك ويبارك فيك. معكم عبد الرحمن فيصل جاويد. أول شيء تشرفنا بالحضور زواج الأستاذ والشيخ عبد المجيد هوساوي، صراحة انبسطنا بشوفته وانبسطنا بالليلة هذه، الله يتمم له على خير يا رب، والله إن شاء الله يرزق ذرية صالحة يا رب، الله يجزاكم الله خير، يعطيكم ألف عافية، شكرا. أخوك معاذ بن عبد الوهاب، الله يبارك لك ويوفقك ويبني بيتك ويكتب لكم حياة سعيدة رغيدة بإذن الرحمن. أتمنى له حياة زوجية سعيدة، عاد الله يوفقك والله يبني بيتك. إن شاء الله يوفق العريس ويتمم له الفرحة وعقبال الباقي وعقبال الجميع، ونديله موال العريس. يا عريس فرح وحنا لك الصلاة، يا عريس فرح وحنا لك الصلاة. عبد المجيد قامة وهامة متميزة، بصراحة فرحنا له كثير الفرح وكبير الفرح، ونقول له بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، ونسأل الله أن يوفقه في هذه الحياة السعيدة والعقبة للجميع إن شاء الله تعالى. عبد المجيد أول حاجة أقول له ألف 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 مبروك، الله يتمم لك على خير، بارك الله لكما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير، أتمنى له حياة سعيدة وذرية صالحة بإذن الله. ألف ألف مبروك. شكرا ورحمة الله وبركاته. طبعا أخوكم قاسم شبلي، حبيب وزميل الشيخ عبد المجيد هوساوي، وصديق عزيز جدا الشيخ عبد المجيد هوساوي، وفرحت له كثير بمناسبة زفافه، وندعي له من القلب ونقول له بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، وإن شاء الله نشوف الذرية الصالحة بإذن الله إن شاء الله. الله يبارك له ويسعده في حياته إن شاء الله دنيا وآخرة، وجزاكم الله خير. بعد الله سبحانه وتعالى عبد المجيد وفضل علي انه اخذني معاه في هذه الحلقات، فانا ابارك له واسال الله يوفقه في حياته في دنياه واخرته، واسال الله يوفقه واخوانه، يعني ما شاء الله اخوه متكاتفين ومتعاونين، وهو ما شاء الله ما قصر معنا جهوده ونظام واداره، يعني شخصيه ما شاء الله جميله جدا، واسال الله يوفقنا واياهم. بارك الله لهم وبارك عليهم وجمع بينهم بخير، الله يتمم على خير ان شاء الله، وحياه زوجيه سعيده باذن الله باذن الله، وعقبال العزاب ان شاء الله. امين. الله يبارك فيك ان شاء الله، وعقبالك انت كمان باذن الله. امين يا رب، الثانيه والثالثه. مبروك عبد المجيد وكل الاسره الكريمه، الف مبروك لكم، بارك الله لكم وبارك عليكم
لكما وجمع بينكما في خير، وإن شاء الله حياة زوجية سعيدة. أنت إنسان جدا جميل وتستاهل كل خير، إن شاء الله حياة سعيدة وهنية. والعقبة إن شاء الله لكل العزاب الحاضرين، والثانية للي مسبقين يعني. يحيى، والف مبروك للعريس. معاكم أخو العريس عامر. والله ما في كلمات يعني توصف هذا الشعور. أخوك يعني ينتقل من مرحلة لمرحلة أخرى، الله يبارك له، والله يجعل بيته سعيد وعامر إن شاء الله، والله يرزقهم الحياة الهنية السعيدة، والله يرزق الذرية الصالحة إن شاء الله، وعقبالنا وعقبال الشباب هنا. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. أنا إبراهيم وانقرة، من أقرب الناس لعبد المجيد، وأحب أوجه له كلمة أقول له ألف ألف مبروك، الله يوفقه يا رب ويتمم له على خير ويرزقه الذرية الصالحة. وعبد المجيد يعني للأمانة هو تعب كثير عشان يوصل لهذه المكانة ويستاهلها، وهذا أقل شيء إحنا نكون واقفين معاه واقفين جنبه، يستاهل أكثر من كده والله أخونا وحبيبنا عبد المجيد. الله يسلمكم، وشكرا لكم أنتم، وشكرا لجميع اللي حضروا والغايبين عذرهم معاهم، وعقبال العزابية إن شاء الله يا رب. الله يخليكم يا رب، وشكرا لكم يا حبيبي، الله يعافيك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. معاكم عبد العزيز نوح محمد من حلقات حمدة الثاني وحلقات مسجد إبراهيم اللقماني. أود أشكر كل الحاضرين، وأولهم الشيخ عبد المجيد بن أحمد هوساوي لما قدمه لنا وما تعب وما اجتهد وما فعل، وأشكر كل الحاضرين عموما، وأشكر كل من ساهم في هذا الحفل، وجزاكم الله خير. السلام عليكم جميعا. والله أحب يعني أشكركم جميعا على إجابة الدعوة والحضور، أثلجتوا صدورنا وفرحتوا قلوبنا، وأنتم يعني تاج على راسنا، جزاكم الله خير. والحمد لله يعني العرس بكم يعني ما شاء الله تبارك الله نور على نور، فالحمد لله. أسأل الله سبحانه وتعالى إنه يوفق كل أعزب لأنه يتزوج، واللي عنده الأولى إن شاء الله الله يعطي الثانية والثالثة والرابعة ويسر أمور الجميع إن شاء الله. أخويا هو ابني، هو صاحبي، هو كل شيء ما شاء الله تبارك الله عليه، مطيع صبور، يعني طموحه للآفاق، ما يتوقف عن التفكير والطموح. يعجبني كثير في أشياء كثيرة ما شاء الله تبارك الله. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك له في هذه الخطوة العظيمة اللي اتخذها، وهي بإذن الله يعني طبعا هي خطوة تفتح لك كل أبواب الخير، أبواب الرزق، أبواب النجاح، أبواب التوفيق، كل شيء تبغاه بإذن الله بعد الزواج الله سبحانه وتعالى ييسر لك الأمر. نتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه 3 حق على الله عونهم، وذكر منهم الناكح يريد العفاف، فالله سبحانه وتعالى بيكون في عونك، والله سبحانه وتعالى ييسر لك الأمور. فأسأل الله سبحانه وتعالى إنه يكتب لك حياة سعيدة ويرزقك ذرية صالحة، وحياتك بإذن الله تكون ذهب وأفضل من الذهب، وتكون كلها هناء وسعادة. وإن شاء الله يعني نشوف البقية أيضا، أخوي فؤاد وأخوي علي إن شاء الله في القريب العاجل متزوجين ومتأهلين، ونسأل الله التوفيق للجميع يا رب. مهندس محمد أبكر، طبعا لحسن الحظ واقف جنب اللوحة اللي صممتها، يستاهل كل خير عريسنا الغالي عبد المجيد. نقول كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير. نسأل الله له التوفيق وحياة زوجية سعيدة يا رب. الله يسعدهم جميعا. والله أقسم بالله شعور لا يستطيع اللسان أن يجد كلمات تعطي هذا الحدث وصفه. مهما قال الإنسان، قواميس اللغة العربية كلها تفنى في وصف مشاعر الإنسان في مثل هذه الليلة. كل من حضر وساهم ودعا والله على الراس من فوق، الله يشكر لكم سعيكم، ومن لم يستطع فمعذور، واجب وصل، والله يعطيكم العافية جميعا. اللهم آمين، اللهم آمين يا رب العالمين، اللهم آمين. والله أولا يعني عبد المجيد، إذا قلنا كلمة للعريس كعبد المجيد، عبد المجيد قبل ما يكون أخ لي كان معلم وأب لي صراحة. عبد المجيد يعني مهما تكلمت فيه والله ما راح أقدر أوفيه حقه. والحضور والله شكرا لكل من حضر والله وعلى راسي من فوق، ويعطيكم العافية إن شاء الله تنورونا في زواج الشيخ فؤاد بإذن الله. يعطيكم العافية. كأحد أقرب الأصدقاء للعريس، عرف عن نفسك أول شيء. معاكم علي موسى معروف بعلوش المكاوي. بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما بخير. ما شاء الله عبد المجيد يستاهل كل خير والله. يعني عرفته في فترة قصيرة، وعرفت إنه الصداقة مو بالسنين،
بالمواقف والله، فيستاهل كل خير. الله يوفقه ويرزقه وعقبال ما نشوف أولاده بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. I am Fuad Abdurrahman, Abdul Majid's brother and friend and student. This man is something really incredible. I've learned a lot from him. Can you imagine today is his wedding? Today is his, you can say, the turning point in his life. Okay, now Abdul Majid is having a new journey. Abdul Majid is no more a single. Now he has mingled. I ask Allah Azza wa Jal to grant him success. I ask Allah Azza wa Jal to add blessings and delight into his life. Abdul Majid deserves all the best. May Allah protect him and grant him more children, not 1, 2, but 10. And may Allah give him the wisdom, the power to help his family grow more and more. And I wish all the best for all singles, and you are the next. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Musa Isa. And okay, only one point. If we are talking about passion, discipline, hard work, then we are talking about someone that is powerful, who is Abdul Majid. May Allah preserve him, and barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. السلام عليكم. أنا عبد العزيز، كوني كأخو العريس. يعني أنا والله زعلت حقيقة إنه بيترك بيت، أنا كونه أخوي المعلم وتحفيظ وعلمنا من إحنا صغار، فالله يعطيني اسمه، الله يوفقه، وهذا اللي أقدر أقوله بس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مازن أخو العريس. حقيقة حنفقد أخو غالي وعزيز، أخوي عبد المجيد، معلمي منذ الصغر، فالله يوفقه في حياته الجديدة، وبارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير، وعقبالنا يا رب. والله الشيخ اليوم جدا فرحان. أول مرة شفتك يعني وأنا كنت طفل صغير، يعني نعتبرك يعني أخونا الكبير، والله يبارك فيكم، وحنا فرحانين، والعشاء كان جدا لذيذ والله. أمس عبد المجيد brothers. I'm very so happy. بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير. حسن الشقيق الأكبر لعبد المجيد، صراحة مشاعر جدا جميلة ورائعة وجياشة في يوم فرحة لأخويا بحضور كل الأحبة والإخوان، مشاعر لا توصف. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم أفراح العائلة وأفراحه، وتكون حياته الزوجية سعيدة يا رب. نصيحتي له إنه يمسك هذا الزواج وعليه بالصبر، والله سبحانه وتعالى قال وجعل بينكم مودة ورحمة، فسيجد كل المودة والرحمة بالصبر في هذا الزواج، وأسأل الله سبحانه وتعالى له حياة زوجية سعيدة مرة أخرى. شكرا، الله يسعدك. السلام عليكم. أنا حسين الشقيق الأكبر لعبد المجيد. أول حاجة أقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. ثاني حاجة مشاعري مشاعر فرحة ومشاعر أنس ومشاعر سعادة صراحة لا توصف بوجود الأهل والأحباب والأخوان والأصحاب، فالله يديم الأفراح ويديم السعادة ويديم الهنا. ورسالتي للعريس أقول له: عظم ما عظمه الله. الله سبحانه وتعالى جعل هذا الزواج ميثاقا غليظا، فتعظيمه بتقديره باحترامه بإعطائه واجبه وأخذ كامل الحقوق فيه. وأقول لجميع الحضور: شرفتونا ونورتونا، ويا مرحبا مرحبا يا مرحبا بكم، يا مرحبا ذات تبذير وإسراف، وإن تكن مرحبا إكثارها سرف فليس إكثارها فيكم بإسراف. شرفتونا ونورتونا، وأصحاب واجب ومعروف ونورتونا، والله يقدرنا على رد الجميل ورد الفرحة لكم. إن شاء الله نفرح لكم في أفراحكم ومناسباتكم. الرحمن الرحيم. أنا عاصم عادل العصامي. مشاعري تجاه هذه الليلة الحمد لله كانت ليلة جميلة جدا، والله يتم الشيخ عبد المجيد الأفراح ويجعلها دائمة بإذن الله. ونقول للشيخ عبد المجيد: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما بخير إن شاء الله، ودائما في الأفراح بإذن الله، والله يوفقك في حياتك القادمة ويسهل لك أمورك بإذن الله. سامي هوساوي، الأخ الأكبر لعبد المجيد. الرسالة اللي حاب أوجهها لأخي عبد المجيد أن الله سبحانه وتعالى قد أكمل لك نصف دينك،
فهنيئا لك، والباقي عليك بالصبر وعليك بالتأني وعليك بالاستشارة. والحياة يعني لا تدوم على حال، وكذلك أن الدهر قلب، الإنسان لا يظن أنها تدوم على حال، وكل حالة يعني لها كما يقال فالبس لكل حالة لبوسها، إما نعيمها وإما بؤسها. وعسى إن شاء الله الليالي الجميلة دائما تغمرك وتعمر جميل أيامك ولياليك بإذن الله تعالى. والأمر الثاني حقيقة مشاعري في هذه الليلة يعني مشاعر بهجة وسرور وأنس وفرحة. يعني هذا أخي الصغير، وكذلك ما شاء الله الجمهور اللي حضر ولبى وأتى وتعنى وأعطونا من نفيس وقتهم ما لا نستطيع أن نكافئهم به إلا بالدعاء بظهر الغيب. فأسأل الله عز وجل أن يكتب خطواتهم جميعا حسنات، وأسأل الله عز وجل أن يجعل الفرحة دائما عامرة في بيوتهم وأهليهم وأولادهم. وكذلك الشكر للفريق والتيم اللي يشكل الصداقة القريبة لعبد المجيد، اللي خلف الكاميرا واللي أمام الكاميرا، كلهم جميعا والله بذلوا وتعنوا وما قصروا. وأسأل الله عز وجل أن نرد لهم ذلك في أفراحهم وأفراح أولادهم وبناتهم جميعا. وأسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك ثقيلا في موازين حسناتهم، وأن يجزل لهم العطايا في مآبهم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.